السلام عليكم. رسميا رحيل مارسيل كولر عن تدريب النادي الاهلي، ومش بس كولر هو اللي مشي، كمان قدم استقالته كابتن سامي قمصان، وكمان كابتن محمد رمضان خصم مليون جنيه قدم استقالته النادي الاهلي وراح عن النادي الاهلي. بس الاهم هو رحيل مارسيل كولر، الاقاله اللي اتاخرت حبتين ثلاثه. كولر كان لازم من نص الموسم يمشي عشان الاهلي يقدر ينقذ اي حاجه من موسم الاهلي اللي بقى مهدد ان هو يطلع بموسم صفري، وكمان يفقد المركز الثاني ويلعب كونفدراليه السنه الجايه. بس المحزن في موضوع كولر هي الصوره دي اللي هتفضل موجوده في تاريخ كولر مع النادي الاهلي. النادي الاهلي قال لك هنعمل احتفال بالانجازات اللي كولر عملها مع النادي الاهلي، ودي نهايه تليق بمارسيل كولر. لو جينا بصينا على ارقام مارسيل كولر مع النادي الاهلي، خلال 3 سنين كولر لعب مع الاهلي 160 مباراه، قدر ان هو يكسب 108 ويتعادل 35 ويخسر 19 مباراه، وقدر ان هو يحقق 9 بطولات مع النادي الاهلي اللي هم 4 سوبر مصري، 1 كاس مصر، 2 دوري، 2 دوري ابطال افريقيا، بالاضافه كمان لكاس القارات الثلاثه وبرونزيه كاس العالم للانديه. فمسيره تحترم لمارسيل كولر، واحتفال لازم يتعمل لمارسيل كولر على الانجازات اللي عملها مع النادي الاهلي خلال ال3 سنين اللي قضاها مع الفريق. اول ما اعلنوا ان كولر مشي، اول اسم جه في بال كل الاهلاويه اللي يجي يمسك النادي الاهلي هو جوزيه جوميز. بس مشكله جوميز ان هو لو قعد في الفتح على الدوري عقده بيتجدد تلقائيا للسنه الجايه، فيبقى في شرط جزائي في عقده كبير. فالنادي الاهلي دلوقتي بيبص على ماركو روزا كاول اختيارات النادي الاهلي. وكمان النادي الاهلي دلوقتي عامل اجتماع، يعني وقت نزول الحلقه هيبقى عماد النحاس رسميا مدير فني للنادي الاهلي مؤقت لحد نهايه الموسم، وكمان كابتن محمد يوسف المدير الفني دلوقتي الحرس الوحيد هو المدير الرياضي خلفا لمحمد رمضان. ففي فشكله في النادي الاهلي بيعمل غربله عشان كاس العالم للانديه اللي جاي. جوميز موجود في الصوره بقوه، حاله ان الاهلي ما قدرش يقنع ماركو روزا اللي هو يجي، يبقى جوميز خيار النادي الاول لتدريب الفريق في كاس العالم للانديه. وكمان في اسم مطروح بس هو اقل نسبه فيهم هو كارلوس كروش، لان كروش ما بيجيش يمسك فرق في نص الموسم او في اخر الموسم، وكمان كروش مش عايز يجي المدرب في مصر وما بيحبش يمسك انديه من الاخر يعني. فانت كده عندك اختيارات تدريب النادي الاهلي، عماد النحاس مدرب مؤقت لحد نهايه الموسم، وده اللي هيحصل في الوضع الحالي. وعندك الخيارات المتاحه لتدريب الاهلي في كاس العالم للانديه هو اولا ماركو روزا، ثانيا جوزيه جوميز، ثالثا كارلوس كروش، بس الاقرب هو روزا في حاله ان هم اتفقوا على المقابل المادي اللي يرضي الطرفين. وفي سؤال لازم نساله مع نهايه الحلقه، هل كولر كان ظالم ولا مظلوم؟ وهل اداره النادي الاهلي تشيل مع كولر ولا اداره النادي الاهلي مالهاش ذنب؟ لو جيت تسالني انا اقول لك اداره النادي الاهلي ليها 50% من اللي حصل مع النادي الاهلي، وكولر ليه 50%. 50% بتاعت اداره النادي الاهلي هتزيد ل 80% لو النادي الاهلي ما قدرش اللي هو ياخد المركز الثاني او ياخد الدوري ويلعب دوري ابطال افريقيا السنه الجايه، وده بسبب الانسحاب قدام نادي الزمالك اللي كلف الفريق خساره 3 نقط، كمان مع احتماليه خصم 3 نقط كمان في نهايه الموسم. فخلينا نشوف ايه اللي هيحصل وايه اللي هيدور خلال الايام الجايه. واهم حاجه ما تنساش السؤال، كولر ظالم ولا مظلوم؟ والسلام عليكم.